شركة ميتا بتتجسس على امريكا لحساب الصين. الموضوع مش هزار ووصل لكده فعلا. واحدة من كبار المسؤولين اللي كانوا شغالين في فيسبوك اسمها سارة ويليام طلعت تشهد قدام الكونجرس وقالت ان الشركة كانت بتشارك معلومات حساسة جدا مع الحكومة الصينية. مش بس كده، دي كمان قالت ان في مشروع سري جوه الشركة اسمه بروجكت ألدرين، الهدف منه انهم يساعدوا الصين انها تتفوق على الشركات الامريكية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وكل ده عشان مارك زوكربيرج هيموت ويدخل السوق الصيني باي طريقة ويكسب المليار ونص مستخدم بتوعه، لدرجة انه راح اتعلم اللغة الصينية مخصوص عشان الموضوع ده. بس اللي سارة قالته بيأكد ان الموضوع ما كانش مجرد طموح، دي خيانة صريحة. وقالت بالنص: انا شفت بعيني مسؤولين كبار في ميتا بيعرضوا امن امريكا الوطني للخطر وبيبيعوا القيم الامريكية، وكل ده عشان مصالح شخصية. واتهمتهم كمان انهم ادوا الصين بيانات المستخدمين الامريكان كلها. طبعا فيسبوك طلعوا وكذبوا كل حاجة وقالوا ان كلامها ده خيال، بس السيناتور الامريكي جوش هاولي قال انهم هددوها بكل الطرق، وكمان منعوها بحكم قضائي انها تنشر كتاب كانت كاتباه عن اللي شافته جوه الشركة. والسؤال بقى، تفتكروا ترامب هيعمل ايه في مارك بعد اللي سمعتوه ده؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.